الحكيم بقية ولاء وإخلاص بسدة العالية بالله. نعم سيدي أعزك الله. يتقدم خديم جناب الشريف وزير الاتصال الناطق رسمي باسم الحكومة باسمه الخاص ونيابة عن جميع المشاركين في الأيام الدراسية حول صناعة الفيلم والقوانين المنظمة للقطاع السينمائي وكذا التكوين في مجال السمع البصري المنظمة بمدينة العيون ما بين 8 و11 أبريل 2015 تحت شعار التواصل والتكوين دعاما للنهوض بالقطاع السينمائي بالأقاليم الجنوبية بتقديم خالص عبارات الولاء والإخلاص والتشبث بأهداف العشر العلوي المجيد. وإننا يا مولاي بهذه المناسبة التي عرفت التوقيع على اتفاقية شراكة لتشييد خيمة الصحافة في جهة العيون والدكتور الساقية الحمراء مع شركائنا المجلس الجماعي للعيون وكانت تنمية الأقاليم الجنوبية ولاية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء والفعاليات المهنية بالجهة الجنوبية للمملكة، وتوقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة المعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما ونادي منتجي السمع البصري بالصحراء من أجل التكوين المستمر في المجال السينمائي وتعزيز الشراكة للنهوض بالقطاع بالجهة. وأيضا توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الاتصال ونادي الصحافي بالصحراء للنهوض بالأوضاع الاجتماعية الصحفيين المهنيين بالصحراء. لنعتز ونفتخر بما تحقق من الأوراش التنموية على جميع المستويات والتي يعتبر مجال الإعلام والسينما والسمع البصري رافدا من روافد التنمية فيها وشريكا استراتيجيا من أجل إبراز الموروث الثقافي الحساني وكذا الخصوصية الجهوية انسجاما مع ما جاء به الدستور المغربي الجديد وكذا توجيهاتكم الملكية السامية. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينكم بطلعة السعد ولي العهد الأمير المحبوب مولاي الحسن وشد عضدكم بشقيقكم سمو الأمير مولاي رشيد وسائر الأسرة العلوية الكريمة، والسلام على المقام العالي بالله. وحلل بالعيون في الجمعة 10 من أبريل 2015 الموافق ل 20 جمادى الآخرة 1436 هجرية خديم الجناب الشريف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.